دي الطريقة الكورية ازاي تعملي من وشك مارشميلو. اخواتنا الكوريين ما بيهمدوش، مطلعين ترند جديد رايز ماسك، مفروض ان انت بتحطيه على وشك دقيقة واحدة، في ساعتها بيعمل جلاس سكين، وعلى اللونج تيرم مفروض ان هو بيفتح وبيوحد لون البشرة. الماسك ده المفروض ان هو بيستخدم بثلاث طرق، غسول واكسفوليتر وماسك. احنا نجرب بقى الماسك ده. انيوا رايس باودر، كمية حلوة منه وبيخلطوها بكمية قدها من المية او التونر. انا ما استخسرتش وجبت التونر عشان اشوف الضجة دي معمولة على ايه. اوكي. ميكس ما لقيتش بتاع نحط بيها نكتب معلقه المطبخ. لا غلط مش هو. هي ما بتعملش القوام ده كده. نجحت. طب انا جبت التونر ليه يا رب يا ساتر. من مكوناته خلاصة الرز، الفا اربيوتين ولاكتيك اسيد، بيعمل تقشير خفيف ومع الاستمرار بيوحد لون البشره. انا دخلت جوه عجينه البيتزا، اخش احاول اغسل ايه ده. كانت خناقه في الحمام وانا بشيل. فعلا احنا بنحطه دقيقه بس بنشيله في 10 دقايق. وفرناه هنا حطيناه هنا. حاسه ان انا وشي نضف قوي وطري، بس فين الجلاس سكين. نجرب التونر. يعني التونر بيدي جلو شويه. ما نجيب التونر بس. فلو جايبينه عشان الجلاس سكين ما بيعملش، لو جايبينه عشان التفتيح اون لونج تيرم فمكوناته حلوه. مفرهد جدا.